اللي يقول لك رضا اللي انتهى قول له ده عندها. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إسماعيل الليثي عن عمر 34 سنة بعد حادث كبير في طريق الصحراوي في المنيا، ونقله لمستشفى ملوي، وتوفى فيها بعد أيام من الحادثة وهو راقد في غيبوبة بعد نزيف في قاع الجمجمة وتهتك في الرئة. وكان آخر حاجة يمكن دي اللي حسستنا إن خلاص الموضوع بيخلص، كان في شك إن في نزيف داخل البطن. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وعايز بس أقول لكم ما تخلوش حد يقول لكم إنه كان متوقع الموضوع أو إن هو اللي افتعل الموضوع، أو تسمحوا له يشمت في وفاة إسماعيل الليثي أو يشمت حتى في شيماء مراته. الناس كلها دلوقتي مكسورة، واللي يستغل حاجة زي كده، كسرة زي كده، في إنه يشمت فيها، يبقى حد أسود من جوه. وكويس إن إحنا نعرفه دلوقتي. البقاء لله وربنا يرحمه، وادعوا له كلكم. ضهري كان مسنود